الشيش طاووق اللبناني بأحلى تتبيلة وطعم تحفة، ينافس أكبر المحلات. بجد يا جماعة خطير وطريقته سهلة قوي. تعالوا بقى نشوف هنعمله ازاي. في الكبة هنزل ب5 فصوص من الثوم، عصير ليمونة كاملة، 4 معالق كبار من زيت الزيتون، معلقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود والبابريكا وبودرة الثوم، ورشة بسيطة قوي من الزنجبيل. هضربهم مع بعض كويس جدا، وبعد كده بضيف لهم علبة زبادي صغيرة وأقلبهم مع بعض كويس قوي. الشيش طاووق اللبناني بيتعمل بصدور الفراخ، دي مكعبات من صدور الفراخ حوالي نص كيلو. هبتدي ان انا اتبلها كويس جدا بالتتبيله التحفه اللي انا عملتها، والاحسن ان انتوا تسيبوها ساعتين في التتبيله او تسيبوها لتاني يوم، بتبقى احلى بكتير. هجيب السياخ بتاعت الشيش طاووق وبنقعها في ميه سخنه الاول قبل ما احط فيها الفراخ بالشكل ده علشان ما تتحرقش منكم. بعد ما حطيتها في السياخ بجيب بقى طاسه على نار عاليه مع معلقه كبيره كده من زيت الزيتون، وابتدي ان انا احط الشيش طاووق بتاعي وافضل اقلب فيه كده من الوقت للتاني لحد ما ياخد لون حلو بالشكل ده. هحط قرنين من الفلفل الحامي، دول اختياري بس بيدوا طعم حلو قوي، مش هيبقى سبايسي ما تخافوش. بعد ما ياخد لون حلو من كل ناحيه بوطي النار خالص واغطيه ربع ساعه كده علشان اتاكد ان هو استوى، وبس كده وبكل سهوله بقى جاهز عندنا احلى شيش طاووق. مش قادره اوصف لكم الريحه حلوه ازاي. بعد كده بشيله من الطاسه وامسح الطاسه كويس جدا، واجيب بقى عيش الصاج او عيش التورتيلا، وابتدي ان انا احمره كده في معلقه صغيره من زيت الزيتون لحد ما ياخد تحميصه حلوه كده. اجيب الطبق بتاعي الحلو وابتدي ان انا احط العيش فيه، وبعد كده احط الشيش طاووق. ممكن تقدموا معاه بطاطس محمره، وكمان التوميه السبايسي مع قرن الفلفل الحامي. ممكن كمان لو انتوا عاملين دايت تحطوا معاه حبه سلطه، بس بيبقى حلو جدا. الشيش طاووق كان مستوي كويس قوي وطري كده وخطير. انتوا كمان ممكن تعملوه كساندوتش كده برضو بيبقى حلو جدا. اكله سهله وسريعه وطعمها خطير. هستناكم تجربوه وتقولوا لي رايكم. جربوه، انا واثقه جدا انكم هتحبوه.